كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام عبر الصوت والصوره رجال الوقايه المكان اللي كيتواجد فيه هذا الحريق. واحد الحاله متابعينا الكرام كيف تشوفوا معنا يرثى لها العاملات، ها هما خرجوا من الحافله كيتواجدوا هنا امام. اذا بهذه الحافله كتشعل فيها الفابريكات او معامل تصبير السمك متابعينا الكرام، كيف ما وردنا انه من بعد ما كانوا غيتوجهوا الى المنازل ديالهم سلام بخير لحظتك. لا عقدوا اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن متابعينا الاخوه في كل مكان من هنا من حضرات المحيط متابعينا الكرام. حافله نقل المستخدمين في هذه اللحظات كتشعل فيها العافيه متابعينا الكرام، من بعد ما كانوا غاديين يتوجهوا بالعاملات الى المنازل ديالهم، اذا بهذه الحافله كتشعل فيها العافيه. لطف الله سبحانه وتعالى ومجهودات ديال رجال الوقايه المدنيه متابعينا الكرام في هذه اللحظه، كيف ما كتشوفوا معنا عبر الصوت والصوره انه كان واحد التدخل سريع من رجال الوقايه المدنيه من اجل اخماد هذا الحريق متابعينا الكرام. يعني كيف كتشوفوا معنا يعني واحد الحاله يرثى لها متابعينا الكرام في هذه اللحظات من هذه الحافله لنقل المستخدمين، نقل المستخدمين اللي كيخدموا في الفابريكات او هنا امام المعمل اللي كيخدموا فيه. يعني تواجد رجال الامن الوطني متابعينا الكرام والقوات المساعده، سيد قائد ملحقه التابعه لهذه المنطقه، وايضا متابعينا الكرام رجال الوقايه المدنيه اللي في هذه اللحظات كيقوموا بواحد المجهود كبير من اجل اخماد هذا الحريق. يعني كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام مازال العافيه شاده لتحت، مازال العافيه شاعله. كيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام خدموا البرودوي ديال باش انه كيسهل شويه على باش انه كيسهل متابعينا الكرام على الاخماد ديال هذا الحريق. يعني كيف كتشوفوا معنا هذه الحاله الكارثيه اللي وصلت لها هذه الحافله. يعني مجهودات كثيره، مجهودات جباره يقوموا بها في هذه اللحظات متابعينا الكرام رجال الوقايه المدنيه، كيف ما كتشوفوا معنا عبر الصوت والصوره متابعينا. يعني صراحه تحيه عاليه لهاد الناس، تحيه وتقدير لهاد الناس. كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات متابعينا الكرام مجيء ديال حافله اخرى اللي تابعه للوقايه المدنيه من اجل انها تقدم المساعده. العافيه مازال شاعله والناس خدامين، تحيه لهم، تحيه وتقدير لهاد الناس اللي صراحه جاو بواحد السرعه لهذا المكان اللي كيتواجد فيه. يعني دائما متابعون متابعة قناة اسفيكود نعاودوا نذكروا المتابعين اللي التحقوا بهذا البث المباشر اننا كنتواجدوا هنا امام معامل تصبير السمك متابعينا الكرام، حافله لنقل المستخدمين اللي كيشتغلوا بمعامل تصبير السمك شعلات فيها العافيه متابعينا الكرام في هذه اللحظات. يعني صراحه رجال الوقايه المدنيه جاو بشكل كبير، جات حافله اخرى من اجل انها تقدم يد المساعده لهاد الناس من اجل انهم يخمدوا هذا الحريق باقصى سرعه. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الناس واقفين هنا، الناس مخلوعين، جابوا البرودوي باش اللي كيساعد انه يطفي العافيه.
كيف كتشوفوا معنا متابعين الكرام، يعني حسب المعلومات اللي عاد توصلنا بها فهم تيقولوا انهم شعلات العافيه في لاريزين ديال الحافله وشدات بواحد الشكل كبير. كاين واحد الكابل ديال الضوء ما عرفناش واش حتى هو راجع ليه السبب او ام لا. اذا ما نذكروا المتابعين اننا الان كنتواجدوا قرب من معامل تصبير السمك. يعني كيف ما قلت لكم متابعينا الكرام، كيف ما سبق وقلت لكم انه من بعد ما سالاو المستخدمين العمل ديالهم داخل المعمل ديال تصبير السمك كانوا غيتوجهوا الى المنازل ديالهم اذا بالعافيه كتشعل في الحافله. يعني لطف الله سبحانه وتعالى ومجهودات ديال رجال الوقايه المدنيه حتى هما متابعينا الكرام. يعني هذه المجهودات الجباره التي يقوموا بها يعني صراحه واحد سرعه قصوى اللي استغرقوا باش انهم يطفوا هذه العافيه. عاونوا بالبرودوي اللي حتى هو تيسهل المأموريه، تيسهل الاخماد ديال الحريق. عندك كابلي عندك غتموت صاحبي، باقي محتاجينك وتهضر علينا على الناس الوقايه. تحيه لكم، تبارك الله عليكم. راه مشكله الكابلي حتى هو. إذن كيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام عبر الصوت والصورة، حريق في حافلة لنقل المستخدمين. إذا دائما متابعينا الكرام حنا مازالين مستمرين معكم من امام أو من قرب من معامل تصبير السمك. يعني هذه الحافله ديال نقل المستخدمين من بعد ما كانت غتوجه المستخدمين الى المنازل ديالهم شدات العافيه في الكار بواحد الشكل كبير متابعينا الكرام. يعني شوفوا الحاله الكارثيه اللي وصل ليها هذا الكار. يعني ما بقاش فيه شي حاجه، ما بقات فيه والو. العافيه مازال شاعله لتحت، مازال رجال الوقايه المدنيه حتى هما تيسارعوا من اجل انهم يطفوا هذا الحريق. يعني تواجد رجال الوقايه المدنيه بشكل كبير متابعينا الكرام، واحد الشكل كبير متابعينا الكرام، وجا كاميو اخر باش حتى هو يقدم يد المساعده متابعينا الكرام. يعني اضافه للبرودوي اللي حتى هو كيساعدهم باش انه تيطفي العافيه دغيا. يعني كيف كتشوفوا معنا العافيه مازال شاعله متابعينا الكرام، العافيه مازال شاعله متابعينا الكرام في هذه الحافله. يعني لطف الله سبحانه وتعالى هو اللي ساعد هاد الناس باش انهم يهبطوا من الكار ويتوجهوا. والله على سلامتكم، والله على سلامتكم. يعني كيف كتشوفوا معنا المستخدمين يعني مازالين مخلوعين متابعينا الكرام. يعني الخلعه شاداهم هاد الكارثه اللي كانت غطرة متابعينا الكرام لولا لطف الله سبحانه وتعالى، لولا لطف الله سبحانه وتعالى والمجهودات الجباره اللي تيقوموا بها رجال الوقايه المدنيه. الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على سلامتكم. يعني من بعد ما كانوا غيتوجهوا المستخدمين الى المنازل ديالهم متابعينا الكرام كيف ما كتشوفوا معنا، فاذا بهذه العافيه كتشد بواحد الشكل كبير متابعينا الكرام في هذا الكار. يعني كيف ما كتشوفوا معنا حاولنا اننا ما نشدوش لكم المستخدمين من يعني ما نشدوش على الوجوه ديالهم، شدينا على الظهر ديالهم باش انهم حتى هما مساكن ما باغينش يبانوا، حتى هما مازالين الخلعه شاداهم، مازالين مخلوعين متابعينا الكرام. اذا مازال رجال الوقايه المدنيه تيطفوا هذا الحريق بهذا الشكل متابعينا الكرام، والمساعده ديال كاميون اخر اللي جا في هذه اللحظات متابعينا الكرام باش انه يقدم يد المساعده، باش انه يقدم يد المساعده حتى هو باش انهم يزربوا على هاد العافيه ما يخلوهاش تبقى شاده في الكار كامل. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الحاله الكارثيه اللي وصل لها وصلت لها هذه الحافله لنقل المستخدمين. يعني هذه يعني ما عرفناش شنو السبب اللي خلى هذه الحافله انها تشعل فيها العافيه، ولكن لطف الله سبحانه وتعالى والمجهودات الجباره اللي تيقوموا بها رجال الوقايه المدنيه. يعني كيف ما كتشوفوا البرودوي متابعينا الكرام
برودوي ما عرفناش صراحه شنو هو، ولكن اكيد فهو تساعد باش انه الحريق يطفى دغيا، باش انهم يخمدوا الحريق بسرعه. متابعينا الكرام، مكتوب معنا هي الحاله الكارثيه اللي وصلت لها هاد الحافله. كيف كتشوفوا معنا فرجال الوقايه المدنيه في هذه اللحظات، كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، فمازالين خدامين، مازال العافيه كتشد، كيطلقوا بلاصه كيشدوا بلاصه، كيلقاو بلاصه اخرى عاوتاني شاعله فيها العافيه. الحمد لله متابعينا الكرام، لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله سبحانه وتعالى هو اللي خلى انه هاد المستخدمين انهم يخرجوا بصحه جيده. عندك حاتم لطف الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم متابعينا الكرام هو اللي خلى انهم المستخدمين انهم يكتشفوا هذه العافيه وانهم يهبطوا من الكار. يعني صراحه فهذه الحافله يعني قديمه، هذه الحافله ديال نقل المستخدمين فهي حافله ما نقدروش نقولوا انها غير صالحه، ولكن راه فعلا فهي غير صالحه. اننا الان كنتواجدوا امام معامل تصبير السمك. يعني كيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، فالعافيه شعلات في حافله لنقل المستخدمين من بعد ما خرجوا من الخدمه ديالهم وكانوا غيتوجهوا للمنازل ديالهم، اذا بالحافله كتشعل فيها العافيه. والسبب كيف ما وردونا بعض المعلومات، يعني بعض المعلومات اللي عاد توصلنا بها اللي تقول انه العافيه شدات في لاريزين يعني الميكا، من بعد فهي شدات في الحافله ككل. يعني كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، فهذه الحاله الكارثيه اللي وصلت لها هذه الحافله. يعني صراحه لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله سبحانه وتعالى متابعينا الكرام هو اللي خلى هاد الناس انهم يكتشفوا العافيه شاعله في هذه الحافله ويهبطوا من الحافله بصحه جيده. متابعينا الكرام، قدر الله ما شاء فعل. إذن الحمد لله ولله الحمد متابعينا الكرام، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل متابعينا الكرام. إذن تحية مجددا لرجال الوقاية المدنية. فين غادي يا صاحبي؟ سير. يعني الناس كيشوفوا انه رجال الوقايه المدنيه كتطفي العافيه وهما تيدوزوا فوق التيوات، يعني حشومه عيب وعار. لان مازال